بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت الدرس ويصر 4 دي الدروس من الفقه، بيان موطأ الإمام مالك، يوم الجمعة 7 ربيع الثاني 1435 الموافق ل 7 فبراير 2014. كنت سميتي غاية مثلا ذي درسني عدان آخر حاجة من نتيد نهضرد في الكتاب الأول يخدم الإمام مالك في موطئه. وقال موطأ الإمام مالك يناد اسماياس الكتاب الأول كتاب وقوت الصلاة. طرحنا سؤالا، قلنا لماذا قال وقوت الصلاة ولم يقل أوقات الصلاة؟ شوف في جميع المساجد يكتب لك مواقيت الصلاة أو أوقات الصلاة، ولكن الإمام مالك يسمى وقوت الصلاة. في اللغة العربية لهم يقارن جمع القلة أوقات، جمع الكثرة ميلا غطاس الدنيا وقوت يعني على وزن فعول. الند السر أنديلا، السر أنه يستخدم جمع الكثرة لسببين. السبب الأول أن الصلوات 5 في العمل و50 في الأجر، لأن تحصان في رحلة الإسراء والمعراج مدي فرض ربي سبحانه الصلوات في النبي صلى الله عليه وسلم يثيرا زرمي ديو غالة ديو ضار ديو صوبان ديال سيدنا موسى غاسيني روح سيدي ربي يسأله التخفيف قرب بزاف سخانك جربا بني إسرائيل 6 ركعات عيان ديك السنت وزميرنا راه كشيني يمشي بزاف 50 بعدين صب المدي بض 5 يعني طهور العصر المغرب العشاء، طهور العصر المغرب العشاء الفجر أو الصبح 5 صلوات. صافي الأولى في اللغة، في لغة الإمام مالك أن يستخدم جمع الكثرة بدل جمع القلة لهذا السبب، يعني 5 في العمل ولكن 50 في الأجر. 5 زولا نتزلا ولكن ذي الأجر 50. صافي يسعى الإمام مالك الحق يميس اسمه وقوت. السبب الثاني أن الصلوات تتكرر في حياة الإنسان إلى أن يموت، لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبثي سنات يا أخي نزال 5 زولا ولكن يوميا، مادام كل نزال 5 صافي شحال راه نزول الله أعلم، شحال راه نزال الله أعلم. صافي مادام تزال 3 سنين نكون أقل غير نزال غير ما نموت. إذن وقي السبب رقم 2. السبب الثاني يصوض الإمام مالك باش يسمي وقوت الصلاة، هكا وقوت جمع الكثرة. ولكن الأئمة النظام أتفتخذ كتاب البخاري سوى شي يبدا كتاب الوحي، بدء الوحي الإمام البخاري. أتفضل الإمام مسلم في صحيحه يبدا بكتاب الإيمان. أصف كتاب سنن أبي داود يبدأ الاستنجاء. يقول طبعا الإنسان قبل ما يتوضا يستنجى، هي هكا ذو حد يستنجى بعد ذلك يغلظه هكا أبرد كيما يتظلث. صافي أبو داود يبدأ كتاب الاستنجاء، وقال الكتاب الأول البريمي شابيتر البريمي تام العنوان الأول. الإمام الترمذي يبدأ بكتاب الوضوء، أتفتخذ البريمي شابيتر العنوان مزوارو الوضوء. أتفضل الإمام مالك يبدأ الوقف. إذن ثقي رسالة لكم جميعا ولنا جميعا باش نقولوا هذا لا يضر. الإمام البخاري لو كان تسقسيه يقول لك أبدأ بكتاب الإيمان، الإيمان الإنسان قبل ما يصلي قبل ما يستنجى قبل ما يتوضا قبل لازم يكون مؤمن. عنده الحق ولا ما عندوش الحق؟ الإمام البخاري عنده الحق. تروح مثلا اللي يبدا بالاستنجاء يقول لك يبدا بالاستنجاء،
لأنه هو أصل، هو البداية قبل الوضوء، استنجاء يطهر وبعدين يتوضأ. والإمام مالك قال كان نبدأ بالوقت، لأن الوقت الإنسان ماهوش شرط باش يتوضأ إلا إذا كان دخل الوقت، وتقدر توضأ قبل. يعني هذا أمر ممكن الإنسان على طول من الصباح حتى العشية وهو واضي، محافظ على الوضوء المستديم دائما، استدامة الوضوء، لأن الوضوء نور يبقى تجر بالنور نتاعو. وبعدين كي يجي وقت الصلاة راه جاهز، أعطوا لك مصحف راك جاهز تقراه، جاي كاين صلاة جنازة تروح تصلي، ماشي تقول حتى نتوضأ حتى كذا حتى كذا، راك جاهز، الوضوء نور. لذلك يا جماعة الخير هذه النقطة أكدنا عليها، وفيه أمر في غاية الأهمية درك نبدأ به، اللي هو نبدأ في شرح الحديث الأول. ولكن قبل ذلك لابد من بيان أقسام وقت الصلاة. وقت الصلاة كاين ما يسمى بوقت الأداء، كاين ما يسمى بوقت القضاء. وقت أداء ووقت قضاء، سنعود إلى هذه النقطة بمزيد من التفصيل في اللقاء القادم، ولكن الساقي هذا التمهيد لازم. يعني وقت الأداء هو بنفسه ينقسم أو فيه نوعان، كاين وقت اختياري، كاين وقت ضروري. ألف باء. ما هو وقت الأداء؟ يعني هو الوقت اللي طلبوا منا الشرع باش نأديو فيه الصلوات. ربي قال في القرآن الكريم إن الصلاة، قرأ برك الآية هذيك، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن واش معنى الوقت؟ هو وقت الأداء، يعني كل صلاة عندها وقت نتاعها. ما يجيش واحد منا يفكر يخترع، يقول صلاة العشاء نصليوها على 4، صلاة المغرب نصليوها على 3، صلاة العصر نصليوها على 2، صلاة الظهر على 1، وصلاة الفجر نقلبوها جوات 12. ما عندناش حق. هذه يبينها ربي سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنشرح. وقت الأداء يعني اللي يصلي في هذا الوقت فقد جاء بالصلاة وأداها في الوقت الشرعي، في وقتها الشرعي، في الوقت يدينا الشرع. الوقت الاختياري مثلا نحكموا صلاة الظهر مثلا، الوقت اش يبدا صلاة الظهر؟ يبدا من الزوال. الوحدة غير روح الوحدة ونص، الزوج ونص، 3، كاع لا بيريود هذه مدة طويلة الله يبارك، 3 و4 مش هذا كامل مدة يسمس الوقت الاختياري. أكيد أن أفضل وقت الصلاة هو المفضل، الوقت الفضيل هو بداية الوقت. تسمع الأذان صلي، إذا راك في الدار، إذا راك في الجامع طبعا نصلي وراء الإمام. بعد مدة الانتظار 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا نصلي خلف الإمام. هذا هو الوقت أول الوقت، هو أفضل أوقات الصلاة. هكذا وسنشرح هذا في اللقاء القادم. الوقت هاك يقول هذا، وكاين بزاف ناس الله يبارك يسمع الأذان راه جاهز الله أكبر يصلي بعد تمام الأذان. طبعا لأنه من السنة باش نتبعوا المؤذن فيما يقول من مفردات وكلمات الأذان باش يحضر الأجر. وتعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. يكفى كبر، أبدأ بالإقامة، الله أكبر الله أكبر، صلي الله يعينك. إذا كان في الجامع تصلي طبعا وراء الإمام. ولكن اللي صلى على 2 الظهر عادي، اللي صلى على 2 ونص عادي، اللي صلى على 3 عادي، اللي صلى على 3 وربع عادي. المدة هذه كامل اسمها الوقت الاختياري. يعني
في أي جزء من أجزائها أوقعت صلاتك حظيت بأجر أداء الصلاة في وقتها. ثبض الأجر بين زولن ديال الوقت. ودي تسألوك هنا واكشيني راك تأخر صلاتك. يعني وكل بيرود كل مدة اسمه وقت اختياري. اختياري معناه في أي وقت تزلط أتيق الله ربي وتسعود الله ربي زولن ديال الوقت. ولكن ماشي واحد مريح ما عنده والو، راه مريح في الدار يسعى الأذان يسعى الأذان ما عنده حتى عذره، ما عنده ضياف مشغول بهم، ما عنده شغل في يدو كيما راه في الإدارة يكتب الغاشي دايرين لاشان. ما تقولش يا جماعة حبس ديروا لاشان نروح نصلي في الجامع ونولي. شكون قال لك دير هك؟ شكون قال لك؟ خاطر لازم العلم ينحلنا كاع المشاكل. أنا عاميه كاين اللي باسم الصلاة يروح يهرب من الخدمة وانتم استناو يجي قسم يتوضا وكذا، نستناو غير ساعة ولا ساعة وربع. مفهوم يا جماعة الخير؟ بدعوى المحافظة على الصلاة في وقتها. أو كل النقاط نناقشوها من بعد. السؤال الآخر، هل عندنا في مؤسساتنا أماكن لأداء الصلاة؟ وقيل شغل نظن هل مليح يكون عندنا صال دو بريير، قاعة صلاة في الخدمة، راك في الإدارة في الولاية في البلدية في مش عارف ايه. حنا رانا في 5 في الكيشي نصليو شويه شويه وقت اختياري، ساعه ونص ساعتين ما نقدروش نصليو كامل، نصليو كامل روح انت صلي حتى صلي حتى صلي حتى صلي بعدين نصلي نصليو كامل ما شاء الله ما قلقنا حتى واحد. لذلك يا جماعه الخير لازم نعرفوا باللي هذا الامر شرعي اداء الصلاه، ولكن رعايه مصالح الناس ايضا امر شرعي. رعايه مصالح الناس امر شرعي. وبعدين كي يشوفوا كاع التفاصيل نتاع تخفيفات الشريعه نلقاو كيف الشريعة حلت لنا جميع المشاكل، حلت جميع المشاكل كل المشاكل بشرط بالعلم. الوقت الضروري ايه هو؟ يعني يدرك الوقت الضروري اسمه ضروري كي قريب يخلص الوقت وندخل في وقت آخر. مثلا صلاة العصر على قدها الشيخ صلاة المغرب توقيت 26. إذا واحد دخل 6:18 دقيقة دخل هنا نزل دقيقتين يأذن المغرب وبدأ يصلي الله أكبر، صلى ركعة كاملة بسجدتيها فقد أدرك وقت الصلاة وعنده أجر. لكن أرجو إذا أخرها بعذر، ماشي واحد كيسمع كذا يقول صافي بيسك هكذا انا نصلي العصر جوات 6:15. لا خويا، الا عندك عذر تستفيد من هذا الشريعه وسعت عليك. اذا ادركت ركعه بسجدتيها فقد ادركت الصلاه، يعني ادركت الصلاه في وقتها. اسميس الضروري مالغري رغم انه 3 ركعات صليتهم بعد نهاية وقت العصر خلاص دخل وقت المغرب، ولكن مادام كان 4 صليت وحدة قبل ما يدخل وقت المغرب و3 بعد ما بدأ دخل وقت المغرب فقد أدركت الصلاة، بشرط أن يكون التأخير لعذر. هناك 10 أعذار سنذكرها في وقتها، 10 أعذار تسمح للإنسان بتأخير وقت الصلاة إلى الوقت الضروري. صافي كل حاجة مربوطة بالأخرى، هذا اسمه فقه. الفقه هذا يخليك ألاز كما اللي عنده كاع في يدو ليروبير، عنده القانون في يدو، عنده كل شيء على باله كيفاش يمشي. كما اللي حاكم بورطابل في يدو بدا يعرف كاع كيفاش يمشيه. لا تكنولوجي في الفقه الإسلامي أيضا كاين كل شيء، ماشي خلطة. لا ماشي هذا خلاط. ولسان العذر يطفي الحال ذا مسافر ويفرن داري الظل ويفرن مش عارف ايه ثلا مشكله فتنه ربما سمحوا لي باش نقول بالشفافيه درك مع الشيخ حسن جينا مشكله قضيه قتل ماهوش يعني مشكله خفيفه، قتل قديمه على كل حال ولكن مازال فيها قتل. جينا بعيد من الدشره بعيده وكذا وصلنا وروطار. انتم الله يبارك فيكم انتم صبرتوا وربي يجازيكم خير، وحنا لازم نقول لكم هكذا ونعتذروا
في كل مرة الشيخ جزاه الله خير يعتذر، نعتذر. هناك قضية لهم يقارن بشرع واجب الوقت. واجب الوقت هذا لا يقبل التأجيل. الآن رحت تصلي المغرب جماعة ويماك طاحت، أوليدي اديني السبيطر، اديها للسبيطر، اديها للسبيطر، صلي براحتك. أنعمه ما تقوليش ها هو 27 درجة تروح ليه. وهنا اللي كاين أخطاء من بعد، كاين أخطاء بسبب عدم الفقه. طيب إلا إذن وقت الأداء صافي يسعى وقت الاختياري، والوقت الاختياري الوقت الأفضل هو أول الوقت يثني فناك صيغ الأذان كتزلط راك أليز ما شاء الله. تستعيض لي سيركونستونس، عندك ظروف معينة، الفقه الإسلامي راه معاك. كاين ما يسمى في الفقه بتخفيفات الإبدال، كاين ما يسمى بتخفيفات الإسقاط. من جابوا العلماء هذه الأنواع تاع التخفيفات؟ من قوله تعالى ربي سبحانه يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تروح مسافر لوهران ولا للصحراء ولا الجزائر، الظهر حكمك في ذراع بن الخدام، صلي الظهر ركعتين وصلي العصر ركعتين. علاش هذا؟ تقول راني اليز بالطومبيل نتاعي. انا عاميه راك اليز بالطومبيل نتاعك، يجوز لك ستين فافور عطاها لك الشرع. خرجت من الديار ماشي انا برك تخرج من حاموتان تغات تصلي هنا ركعتين، لا في العاتق لا، يعني اقصد لوطي اسمه حاموتان قريب. كي تخرج من الديار وصلت مثلا ذراع بن خدام مثلا، اذن الظهر صليت مع الشيخ صلي 4 ركعات، كي يكمل الشيخ انت صلي ركعتين تاع العصر، جمع التقديم قصرا. بعض الناس يقول لك يا عجبا كيفاه نقصر؟ هذه رخصه عطاها لك ربي سبحانه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. كاين ايضا اوامر تاع العزيمه طبقها. كنت في سبيطر بعيد الشر، واحد مريض ما يقدرش يستقبل القبله، ما يقدرش، مريض المطرح نتاعو جا في غير القبله، واش يدير؟ يقول لهم الديريكتور تاع السبيطار شاف السيرفيس دبروا راسكم، انا مصلي، ردوا لي هكذا المطرح نتاعي. يقول لك هكذا كاين يبقى هكا. ولا راك في الطياره ما تقولوش الكوموندون قلب هكذا يستقبل القبله باش نصلي الظهر. هي عندها خط السير. ثقي قرنس تخفيف الإسقاط. شو المعنى؟ سقطت عنك القبلة لظرف معين لمسوغ شرعي، سيأتي بيان هذه التفاصيل في وقت آخر إن شاء الله. إذن وقت أداء ينقسم إلى قسمين، كالوقت الاختياري كالوقت الضروري. ضروري ذي الوقت قد زلط. اليوم يقارن وقت قضاء. وقت قضاء يعني فاتت الوقت نتاعها تقضيها. واحد رقد على صلاة ورقد الفجر ما ناضش، نضع 8:30 تاع الصباح ما يصليش، يصلي، ولكن وقي قارنس القضاء يقضيها. ماهوش أداء، الأداء في وقتها إما الاختياري أو الضروري إذا كان فيه سبب من الأسباب العشرة اللي نذكرها وبعدين يعني في درس آخر. ثم نبدأ مباشرة في شرح الحديث الأول. هذا الحديث الأول في وقت الصلاة رقم 1 في موطأ الإمام مالك، يبدأ كالآتي: حدثني يحيى بن يحيى الليثي. شكون يحيى بن يحيى هذا؟ باش نقولوا برك على الأقل بعض المعلومات، ما حبيش ندخل في التراجم مطولة سورتو في مقدمات الحلقات، ولكن مع الوقت نترجم خاطر سنعود إليه، نعطيكم تراجم شوية مطولة عن هؤلاء العلماء. من اليوم ندير تراجم مختصرة خاطر غير التراجم مهمة باش نعرفوا أن علم الحديث هذا علم عظيم. المرة اللي فات نذكركم يا إخواني كاين بزاف اللي كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال الرسول هو ما قالهاش صلى الله عليه وسلم. ظهرت حركة الوضع في الحديث. شكون اللي قابلها؟ العلماء، ولكن عندهم قواعد منهجية، عندهم الميثودولوجي. لا ميثودولوجي هذه
انكومبارابل بواش نديرو درك حنايا، انكومبارابل. سوف تلاحظون حتى الرجال الرواة السند يكون يعني عارفين واحد عارفين واحد لابد من الترجمة. إذن لقاتني السين كود ياسيون دينا تاكي الاخبار كان فانينة كذا وكذا، اش كان من كان كا لا إما زرام ذني المخيس الشابي بريكان ويشفو يرى ميم ذي الشهادة تكون قضية يجي أن تموا ما على بالو بوالو، يقول لك واقيلا مرة واحدة عطاولو باش يدير الشهادة، جا لادفيرسير عطالو شهادة، دا لادفيرسير واحد عطالو شهادة مخالفة تماما. كي رحنا ليه هنا جا الأول كيما قال قلت هذه الشهادة. طبعا الشهادة هذه يقدح فيها لا تقبل. لذلك يا جماعة الخير يحيى بن يحيى الثيوقي يموت عام 234 للهجرة، من العلماء من الفقهاء من الزهاد من أهل الورع ممن عرف بعلمه. ونتساوقيث مثلا ذي ونسيتي جدا ثم قرانين ذي ثموسنياقين علم الحديث من السنن عليه الصلاة والسلام يغدي يوضن تقرز تشبحت لها. لقي كنت بالمبارك الله ربي يرضى عليه اسمي سنن هذه الأحاديث الموضوعة إن يستعيش لها الجهابذة الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني اللي ميكتنض تقنظلني كتنض شو تبغيض أكان زازدين استغربلن السنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عن مالك بن أنس ما نتكلموش عليه لأنه شرحناه تكلمنا عليه فيما سبق، اللي هو الإمام مالك صاحب الموطأ نفكاس الحقيس ودنا نويرا أكثر. فقط الدين غير بول فلس هو إمام دار الهجرة، يعني ولد في المدينة المنورة عام 93 للهجرة، وعاش في المدينة المنورة وتتلمذ في المدينة المنورة على أيدي علماء كبار، ابن هرمز، ربيعة الرأي، ذكرنا العلماء اللي قرأ عندهم الشيوخ نتاعو، ودرس وأفتى في المدينة. يعني ودفتر المستنيان 70 من الفقهاء، عطوا له تزكية 70 فقيه، الناس الشيني أهل سير لا كومبيتونس كابابل كومبيتونس سي لي كاباسيتي باش يقدر يتصدى للفتوى. لذلك ومات في 179 للهجرة النبوية. شحال عاش إذن 179 ناقص 93 86 سنة عاش الإمام مالك، ودفن في المدينة المنورة. اسم ناس إمام دار الهجرة. نهضرت في الناس ما فيه الكفاية. عن ابن شهاب، شكون ابن شهاب بن عبد الله؟ واقي أولا نتسى من الأمور يقسع يعني في كاس ربي الفضل، لقي 10 من الصحابة، 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إملا ليثن. يموت عام 125 للهجرة النبوية. من بعد أن عمر بن عبد العزيز، شكون هو عمر بن عبد العزيز؟ بن مروان. واقي أولا نهضر سيكا في يماس يا خاكا يماس، أمه أم عاصم بنت عاصم بن تعمن بن عمر بن الخطاب. وثم شوت حتى قصة الزواج كده الساعة ثم شوت. من يموت 101 الهجرة. لقب بالخليفة الخامس. الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، من بعد عثمان بن عفان، من بعد علي بن أبي طالب. صافي نعرفوا 4 خلفاء، الخلفاء الراشدون 4. ولكن عمر بن عبد العزيز الكثير من أهل العلم فكنس اسمه يرضى الكثير خاطر القليل إرضاء الناس غاية لا تدرك. اسم ناس الخليفة الخامس، لأنه جاء في وقت صعب جدا، ولكن انتهج منهج النبوة واحتذى واقتدى بمنهج الخلفاء الراشدين المهديين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فشرفه الله عز وجل بهذا الوصف أن يكون الخليفة الراشد ويس 5. شحال مدة الخلافة نتاعو؟ مدة خلافة عمر بن عبد العزيز العادل عاش مدة الخلافة ينس فقط 1.5 عام. وفي بعض الروايات 1 عام و4 شهور، إما 1 عام و6 شهور نغ 1 عام و4 شهور، يعني يستوضرين با 3 سنين اللي يحكم، ولكن حكم حكم عادل. نعطي لكم موقفين أو 3 ما تيسر. يونواس يكتب في اليوم الوالي، طبعا وقت الولاد مثل هكا والي يكتب استفرات إناياس في كيدي دريم نعطيه دراهم ميزانية باش ندير الخصون ديال كلوتور. تعرفوا الاربعه ثلاثين قالوا ميزين الصوار كي قال سنسوار ديال وقتني يتبروتيجين تيمدينين. اش يسير عمر بن عبد العزيز اذا ساك دفت غير دريما باش تفلوض الحيوض الدور كي تمدينتيك. إناس بلغني خطابك شغل الاس ام اس واش تفرطاس بلغني خطابك طبعا بعد السلام. إناس حصن مدينتك بالعدل أيغر لأن الظلم مؤذن بخراب العمران والسلام. ماشي سو باربان ماشي ستبريكت أثبروتيجي مدينتك سلا جوستيس العدل. طبعا واللي يقرا السيره نتاعو يتعلم 1.5 عام. زيد مره واحد الوالي اشتكاو عليه، غير اللي يشتكاو عليه من بعدين كثرت الشكاوى. اذا كان قليله معقول، يعني ماشي كل الناس يرضوا على الانسان الحاكم مهما كان عادلا، ولكن اسمد بونت الادله القطعيه بلا مخلوقاكي أتصيق ظلم أتصيق حقر المواطنين ينس يكتب استبرات. إنايا السلام عليك لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت والسلام. 4 مسلاين كيف هو 4 مسلاين. لقد كثر شاكوك أتصيق الشتكين في الله وقل شاكروك قليليث. إن يستقيم مانيك نغفر فإما عدلت أعدل بين الناس وإلا اعتزلت إلى آخر. كاين حكايات كثيرة إن شاء الله سيأتي بيان الكثير منها من خلال الحلقة العلمية. ثرى أخر الصلاة يوما، يعني عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، يعني باش صلاة العصر ما صلاش في الوقت أخرها ما صلاهاش في الوقت. وقت عمر بن عبد العزيز ثوران صغيره طبعا تسوق باش يقول شحال اللي عاش عمر بن عبد العزيز؟ شحال اللي عاش؟ 40 سنه فقط. 40 سنه نعم هذا ما كان شيء غريب، كان 40 سنه. وهذه بالنسبه للعمر البركه العمر ربي ساكن ماشي توزيع العمر ماشي ما يعيش القرن شو البركه ما يفكس ربي البركه ديال العمر. كشف غزي قرف بباديس النغ كني غاسطاسي كاعاش ابن باديس امام الجزائر درك في الاخير منذ حوالي 30 سنه قريت التاريخ نتاعو شحال عاش 51 سنه فقط، يعني جون 51 سنه يقدر يلعب البالون يقدر يدير نورمال 51 سنه. ولكن مثل ورا شو ديجا سبحان الله. عمر بن عبد العزيز هذا هو الخليفه الخامس. فدخل عليه عروه بن الزبير. أشكون هو عروة بن الزبير؟ هذا هو اسم أحد الفقهاء السبعة، ولكن ذا سنوى الزبير بن العوام. شكون هو الزبير بن العوام؟ هو الصحابي المشهور. فأخبره أن المغيرة بن شعبة، يعني عمر بن عبد العزيز أخر صلاة العصر وريد الزولار ديال الوقت يوخريت هكا يشمد فلاس عروة بن الزبير بن العوام. فأخبره إفكاس الأخبار أن المغيرة بن شعبة اللي هو الصحابي الجليل
راوي كثير من الأحاديث. طبعا هذاك الوقت كان أميرا على الكوفة، هذاك الوقت أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، يعني المغيرة بن شعبة صحابي أخر الصلاة يوخر تظليث وتزولار هذه الوقت. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. أبو مسعود الأنصاري أيضا هو صحابي جليل معروف يشمد، شوف الدقة. فقال ما هذا يا مغيرة، يعني بلغة الاستنكار، يعني يا مغيرة أنت صحابي وتوخر الصلاة ما تصليش في الوقت. أليس قد علمت، هي المفروض لغة نقولوا ألست، خطرت للمخاطب ألست قد علمت، ولكن دقينيس أليس قد علمت، أليس تقال للغائب، للغائب ماشي للحاضر للمخاطب، ولكن سينيس أليس. طبعا كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. أليس قد علمت أن جبريل صافي ثورة الآن أبو مسعود الأنصاري يقول للمغيرة بن شعبة صحابي ليس صحابي إفكيس ديون الحديث. ألم أقول لكم يا إخواني فيما سبق بالإمام مالك كي قال له أبو جعفر المنصور وقال له هارون الرشيد الموطأ ينك نستنسخ منه نسخ ليزيكزومبلير ونوزعها على الأمصار أثناء الفرقة وكينسل من مرة ونلزمهم بقرار الخليفة بوقيد ذي السنة. هذا مكان الوقات طبقا فقط. وهارون الرشيد إن أكثر إن يسنعلق يوث نسخة ذي الكعبة باش كنسل من مرة مدى سن ذي العمرة غدا سن الحجن أذولين الموطأ لو كان اسم يغاوى الإمام مالك صافي ونسى روياض، ما كان لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا سنن الترمذي ولا مسند الإمام أحمد ولا سنن أبي داود ولا سنن النسائي، ولكن الإمام مالك نغاوند ورع يخاف ربي عالم ذكي حاذق يحذق قصة الحذاقة يتصور ربها. إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار. الصحابة كل من دا يروح ويقيم ديال المدينة ويروح لمكة ويروح الكوفة ويروح البصرة. اسم كل صحابي يبيدس أين يحفظ في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصافين كيني وربط غير باش تجمع غير كواش تجان الصحابة صافي ولا قرن الصديقين وسعن. والناس المسلمون بالغتهم أقاويل ووصلت إليهم أحاديث من هؤلاء الصحابة ممن حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وآمن به ومات على ذلك وتعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلم. ولكن بعد ذلك ولا واحد يقول لك نجمعوا كاع السنن في البخاري في الموطأ. الموطأ ماهوش كتاب جامع لكل الأحاديث، خاطئ، رغم أن الموطأ كما قال عنه العلماء هو كتاب فقه وحديث، وصاحبه انتهت إليه إمامتان، إمامة في الحديث وإمامة في الفقه. ذي الإمام أما ذي علم الحديث ذي الحديث النبوي الشريف، وكذلك ذي الإمام ذي الفقه. لذلك يا جماعة الخير باش ننزل الناس منازلهم. لذلك هذا الصحابي يقول لصحابيين آخرين وزرارة أكا. إذن أبو مسعود الأنصاري قال لمغيرة بن شعبة ما هذا يا مغيرة، صف دير منكر عليه، أليس قد علمت أن جبريل شكون هو جبريل؟ جبريل عليه السلام هو سفير الأنبياء، هو جبريل الأمين ناقل الوحي من رب العزة إلى النبيين والمرسلين إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء ذكروا بعض المباحث يتحدثوا عن أفضل الملائكة إلى آخره، وذكروا منهم 4. كل الملائكة ربي سندي خدمان، ربي سندي خلقان، كل الملائكة في كاس المهمة ينس، لا الكرام الكاتبين تسالون شكون خدام إلا إسرافيل إلا ملك الموت إلا وكذا كلنا إلا جبريل. ولكن
كلمة جبر هذه معناها عبد، إيل معنى الإله. بلا ما نشمل التفاصيل، أنا أقول في مقدمة هذه الحلقات ما نطولش في تعريف الرجال، ولكن في الحلقات القادمة نطولوا فيها إن شاء الله باش نعرفوا، باش اليوم لازم نكملوا على الأقل الحديث الأول. إناس أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بالكم ربي سبحانه أمرنا بالصلاة، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة. ولكن كيف نصلي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا كيف نصلي، فقال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. ظلث أمكن إثوالم ظلخ. فاهمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شكون اللي علموا الأوقات واللي علموا الكيفيات؟ جبريل. لذلك الحديث حديث عظيم بدأ فيه الإمام مالك. إنيس جبريل نزل فصلى، صافي النبي عليه الصلاة والسلام إيوالث أمشي الزول إيوالا الوقت في الزول. إذن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وعلمه كيفية الصلاة. ذا شو ذوق نصلي وذا أمكر يصلي. نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يزول جبريل من بعد يزول النبي صلى الله عليه وسلم، صافي ولا يمشي يزول ولا منسى عدد الركعات، صافي ولا طهور 4 ركعات. والند أي غير صلاة الظهر هي الصلاة الأولى التي صلاها جبريل وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هكا. لماذا سميت ظهرا؟ لسببين. الأول لأنها أول صلاة ظهرت. السبب الثاني لأنها تصلى في الظهيرة، ولا مامش طهور ذن تساتي تصلي تم زواروث يقزل جبريل يقزل النبي صلى الله عليه وسلم. هكا يا جماعة الخير. من بعد تقي سبا تم زواروث ذن تساتي يدي ظهرا تم زواروث اسمها الظهر، وذا الوقت دي طهور وقت الظهر. بكري الناس يمدوا المواعيد ماشي ابريميدي، يمدوا المواعيد بالصلوات. لقينا اجدادنا كاع لي رونديفو بالصلوات، بعد الظهر قبل الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء. وبعدين درك ولا نقولوا بيناتنا تليفون كي يروح للشون بعد الخصل. صارت لي مره بيني وبينكم واحد قال لي بيناتنا تليفون، هو يجي من بليده انا جيت نتزوجو باش نتلاقاو في الجزائر، ما كانش للشون موبيليس راح يا اخي دي فوا سمحوا لي هذه تنح كامل ما تلاقيناش. شافيك وشافيه بيناتنا تليفون اسمها كارونتي التليفون قيس ولد قيس ولد. ملي كنت فهمنا قال عصرا في مسجد فلان المسجد الفلاني ولا البوسطة ولا في أي مكان خلاص ممكن ندير روطار ولا ندير روطار نتلاقاو. ولكن اسمح لي قلنا بيناتنا تليفون ما حدناش المكان ما على بالناش نتلاقاو ما كاينش اسمها تكلنا على التليفون من بعد بقى على الاخر. هذه هوامش كان كاجي فواصل صغيرة. ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي تسمعوا كلمة صلى هذيك الأولى معنى جبريل، صلى الثانية معنى الرسول صلى الله عليه وسلم. تيوري براتيك هكذا. هذه الظال هذه وليلة براتيكا مش من بعد هذه الظال. ثم صلى يعني جبريل نزل وقت العصر، يصب وقت العصر ذينيك زار النبي صلى الله عليه وسلم في الوقتيس عندها يزرع اكزاكت من مين يزول جبريل. وبعدين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صافي الصلاة الثانية صلاة العصر المغرب. ثم صلى أي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي. صلاة الظهر سرا 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات سرا، صلاة المغرب 2 ركعات جهرا
ركعات ثلاثة سرا، ليس كذلك؟ لذلك الفقه واش يقول؟ اللي ما صلاش عنده شهر ما صلاش، كيفاش يقضي الصلوات؟ يصليهم كما كانت، كي توصل الظهر تصليها سرا، العصر سرا، المغرب جهرا، العشاء جهرا، الصبح جهرا. ما تقولش بيسك اني نقضيهم في نهار وفي نهار الصلوات سريه صافي كل شيء سري، نو لا تصليهم كما كانت في جهر. لذلك لو كان درك نصليو المغرب الركعه الاولى نصليوها سرا، لازم نديروا سجود السهو القبلي خاطر نسنقص. ولو كان صلاه العصر نصليوها جهرا، لازم نديروا صلاه سجود السهو البعدي خاطر نزقد الظليث اين لا لابس في كاس الجهر نتا السريه ممكن خميس جهريه. صافي صلاه المغرب ثم صلى وقت العشاء اي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف العشاء 4 ركعات سنتي مزوره جهرا تنقولها سرا. وبعدين يدي الصبح صافي ثزرت 5 الصلاه الخامسه هي صلاه الصبح. يكون استقر عندنا باللي الصلاه الاولى هي صلاه الصبح باسكو كي الوضوء حنا كي الوضوء نصليو الفجر، ولكن في الصلوات الصلاة الأولى التي ظهرت هي صلاة الظهر. ثم صلى أي الصبح فريضة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا فيه مصطلح كيقول لك صلاة حنا اللي نعرفوه الفجر معنى ركعتين هذيك تاع السنة، الصبح معناتها الفريضة هكذا، فصلت الفجر فصلت الصباح. ولكن ننسى الصبح هي الفجر، الصبح هي الفجر، ولكن فرق بينهما بتعبير الفريضة والسنة، ولا في الفقه المالكي اسمها الرغيبة، ركعتين اثنين مزورة. صدقوني غير البارح الخميس البارح جاني سؤال فاس 20 سنة يتظلى ورسينا راه الفرق هي رسنت إنه كي نحسب الصبح على ما دي شرقي يطيج غريبة ركعتين الاولين تصل بعد الفجر ينوض بكريه نورمال، انك تذكر قبل الاذان تصلى القيام ركعتين 4 6 غادي يصلي الفجر، من بعد 8 غادي يصلي الصبح. خاطرش من الصبح قرص الصبح معنى الصباح 20 سنه هذه البارح يظل لي مشوي قرص 31 ساعه يقنا شحال اسمي السؤال هيك علاش ما تسمعوش، علاش ما تسقسيوش على. من هنا الحلقات العلميه ضروريه يا جماعه الخير. خاطر ممكن الانسان يقول نعرف كل شيء وبعد في الاخر يبان ما يعرفش، يموت يعيش 70 سنه وما يعرفش مشكله. لذلك لازم نقراو، لازم نتلاقاو، لازم نتعلموا، لازم هذا يحفظ من هذا ونتعلموا باش نلقاو ربي سبحانه. وعندنا علم الامام البيروني هذا اكبر عقليه عرفها التاريخ. شكون الكلام هذا؟ ماشي نتاعي، نتاع المؤرخ الفرنسي سخاو لارومي، يخدم ديال الاستوار من العلماء العلم سميتي بدرواقي يعني سواقي اكبر عقليه عرفها التاريخ العقله من القران. قبل هذه بشوط كان لحظات الاحتضار الاخيره جاءه عواده وسمع لهم يتناقشوا في مساله علميه، قال لهم كي تلقاو الجواب اعطيوا لي الجواب. قالوا له واش دير به؟ راك ميت بقى على خير. إنياس احب ان القى الله وانا اعرفها، المعلومه اني افضل من ان القاه وانا اجهلها. إنياس خير حفظ يوث المعلومه تجديط قبل اذمثغ ولو كان ب1 مينيت اي ثرنو ذي القيمه غير ربي سبحانه ولا القبض ربي كنت السين غيرها. ولكن حنا يمكن الانسان يقول واش نتعلم انا؟ ما نتعلم والو. كاش ما عندي سؤال سورتو درك الانترنت دير هك، الانترنت يعطيك الجواب. شوف الانترنت نتاعك واش تعطي لك. لا ننقص من قدر الانترنت، ولكن هذه العلوم قدر بي باش تكون فاس فاس. زيد الانترنت نزيد فيه شويه، تحبوا بعد يجيب لكم بعض المعلومات في الانترنت ونبينوا باللي ابي بري برك هكذا بالكتب ويا ربي يستر. لازم مراجعه. لماذا؟ لأن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت في ذلك البعض في حيطة وحذر. ثمسني وستكر شويط ألا مصف كذا طاس كلك من جهدك وعقلك وأعصابك ووقتك أصف كذا كوين تسعيد. ثمسني كان شويط، ولكن ثمسني قلت حواج لا ريفيزيون
كوتيديان يوميا باستمرار، المراجعة أي غر وأنت في ذلك البعض في حطة وحذر. جماعة الخير يجب أن نعلم هذه الأمور. أم بعد ثم قال بهذا أمرت، يعني هذا الذي أمرت به من الصلاة كل يوم وليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، سيقاذاكي إذ 5 في الظلة يريض أكذواس أمذان إنسلام أما ذرقاز أما تمطوط هذه الظلة ألما يموت. ورسالة السبة صلي قائما كما قال الحديث سيفدي والزميضرة سيغيمي فو كرسي فو مطرح والزميضرة في ذيس، ولكن تسجر الصلاة نسعى ثمدين سلمن تسلمثن سنخثن نيكشم سبيطر بقى على خير تظليث أكينا ماشي هيك ما يصليش يقيم 20 يوم في لوبيطال ما يصليش. تقول له علاش ما تصليش؟ يقول كيفاش نصلي وراهي الكعبه وراهي القبله والما ما كانش وانا بالدم والسيروم والمرضى مش عارف ايه. اخويا كي نوصل الدار نبرا نرى طرابي كلش، وكاين اللي يجي من السبيطار ندوحه يعني المقبره نغلا شحال يقموثن سي السبيطار ديريكت. خويا علاه تغامر حجره صغيره هك نفرح كي نزور واحد مريض نلقى حجره معاه، حجره صغيره اسمها التيمم، وقيت تخفيف الابدال ذاك التخفيفات يعني ما كانش الماء ما تقدرش الماء مريض كاين الحجره دير هك وجهك ضربه ثانيه ليديك الله اكبر غايه. ولكل صلاة تيمم وربك فتيمموا صعيدا طيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام مما أنعم الله عليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن يا جماعة الخير نكتفي بهذا. أكيد هناك بعض النقاط تحتاج إلى بيان أكثر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أعطيكم الصحة على حسن الانتباه، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت الدرس ويصر 4 ديال الدروس من الفقه بيان موطأ الإمام مالك يوم الجمعة 7 ربيع الثاني 1435 الموافق ل 7 فبراير 2014. أكون سمحتي غاية مثلا ذي درسني عدان آخر حاجة من نتيد نهضرد في الكتاب الأول يخدم الإمام مالك في موطئه. وقال موطأ الإمام مالك يناد اسماياس الكتاب الأول كتاب وقوت الصلاة. طرحنا سؤالا قلنا لماذا قال وقوت الصلاة ولم يقل أوقات الصلاة؟ تشوف في جميع المساجد يكتب لك مواقيت الصلاة أو أوقات الصلاة، ولكن الإمام مالك يسمى وقوت الصلاة. إذا اللغة العربية لهم يقارن جمع القلة أوقات، جمع الكثرة ميلا غطاس الدنيا وقوت يعني على وزن فعول. الند السر أنديلا السر أنه يستخدم جمع الكثرة لسببين. السبب الأول أن الصلوات 5 في العمل و50 في الأجر، لأن تحصان في رحلة الإسراء والمعراج من فرض ربي سبحانه الصلوات في النبي صلى الله عليه وسلم يثيرا زرمي ديو غالة ديو ضار ديو صوبان ديال سيدنا موسى سيني روح سيدي ربي اسأله التخفيف قرب بزاف سخانك جرب بني إسرائيل 6 ركعات عيان ديك السنت وزميرنا راه كشيني يمشي بزاف 50 بعدين صب المدة بض 5 يعني طهور العصر المغرب العشاء، طهور العصر المغرب العشاء الفجر أو الصبح 5 صلوات. صافي الأولى في اللغة في لغة الإمام مالك أن يستخدم جمع الكثرة بدل جمع القلة لهذا السبب، يعني 5 في العمل ولكن 50 في الأجر. 5 ظلة نتظلى ولكن ذي الأجر 50. صافي سأل الإمام مالك الحق يميس اسمه وقوت
السبب الثاني أن الصلوات تتكرر في حياة الإنسان إلى أن يموت، لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبثي سنات يا أخي نزال 5 زولا، ولكن يوميا مادام كل نزال 5 صافي شحال راه نزول الله أعلم، شحال راه نزال الله أعلم. صافي مادام تزالي 3 سنيدنا نكون أقل غيد سنزال غير ما نموت. إذن وقي السبب رقم 2. السبب الثاني يصوض الإمام مالك باش اسمي وقوت الصلاة، هكا وقوت جمع الكثرة. ولكن الأئمة النظام أتفتخذ كتاب البخاري سوى شي يبدا كتاب الوحي، بدء الوحي الإمام البخاري. أتفضل الإمام مسلم في صحيحه يبدا بكتاب الإيمان، الإيمان. أتفضل كتاب سنن أبي داود يبدا الاستنجاء. يقول طبعا الإنسان قبل ما يتوضا يستنجا، هي هكا ذو هذه استنجاء بعد ذلك الوضوء هكا أبرد كيما يصليث. صافي أبو داود يبدا كتاب الاستنجاء، وقال الكتاب الأول البريمي شابيتر البريمي تام العنوان الأول. الإمام الترمذي يبدا بكتاب الوضوء، أتفتخذ البريمي شابيتر العنوان مزوارو الوضوء. أتفضل الإمام مالك يبدا الوقت. إذن ثقين رسالة لكم جميعا ولنا جميعا باش نقولوا هذا لا يضر، هذا لا يضر. الإمام البخاري لو كان تسقسيه يقول لك أبدأ بكتاب الإيمان. الإيمان الإنسان قبل ما يصلي، قبل ما يستنجى، قبل ما يتوضا، قبل لازم يكون مؤمن. عنده الحق ولا ما عندوش الحق الإمام البخاري؟ عنده الحق. تروح مثلا اللي يبدا بالاستنجاء يقول لك يبدا بالاستنجاء لأنه هو أصل، هو البداية قبل الوضوء. الاستنجاء يطهر وبعدين يتوضا. والإمام مالك قال كان نبدأ بالوقت، لأن الوقت الإنسان ماهوش شرط باش يتوضا إلا إذا كان دخل الوقت، وتقدر توضا قبل. يعني هذا أمر ممكن الإنسان على طول من الصباح حتى العشية وهو واضي محافظ على الوضوء المستديم دائما، استدامة الوضوء، لأن الوضوء نور يبقى تجر بالنور نتاعو. وبعدين كي يجي وقت الصلاة راه جاهز، أعطوا لك مصحف راك جاهز تقراه. جاي كاين صلاة جنازة تروح تصلي، ماشي تقول حتى نتوضا حتى كذا حتى كذا، راك جاهز. الوضوء نور. لذلك يا جماعة الخير هذه النقطة أكدنا عليها، وفيه أمر في غاية الأهمية درك نبدأ به، اللي هو نبدأ في شرح الحديث الأول. ولكن قبل ذلك لابد من بيان أقسام وقت الصلاة. وقت الصلاة كاين ما يسمى بوقت الأداء، كاين ما يسمى بوقت القضاء. وقت أداء ووقت قضاء. سنعود إلى هذه النقطة بمزيد من التفصيل في اللقاء القادم، ولكن الساقي هذا التمهيد لازم. يعني وقت الأداء هو بنفسه ينقسم أو فيه نوعان، كاين وقت اختياري، كاين وقت ضروري. ألف باء. ما هو وقت الأداء؟ يعني هو الوقت اللي طلبوا منا الشرع باش نأديو فيه الصلوات. ربي قال في القرآن الكريم إن الصلاة، قرأوا برك الآية هذيك، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن واش معنى الوقت؟ هو وقت الأداء، يعني كل صلاة عندها وقت نتاعها. ما يجيش واحد منا يفكر يخترع يقول صلاة العشاء نصليوها على 4، صلاة المغرب نصليوها على 3، صلاة العصر نصليوها على 2، صلاة الظهر على 1، وصلاة الفجر نقلبوها جوات 12. ما عندناش حق. هذه يبينها ربي سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنشرح. وقت الأداء يعني اللي يصلي في هذا الوقت فقد
جاء بالصلاة وأداها في الوقت الشرعي، في وقتها الشرعي، في الوقتيس يدينا الشرع. الوقت الاختياري مثلا نحكموا صلاة الظهر مثلا، الوقت اش يبدا صلاة الظهر؟ يبدا من الزوال، الوحدة غير روح الوحدة ونص، الزوج ونص، ثلاثة، كاع لا بيريود هذه مدة طويلة الله يبارك، ثلاثة وأربعة، هذا كامل مدة يسمس الوقت الاختياري. أكيد أن أفضل وقت الصلاة هو المفضل، الوقت الفضيل هو بداية الوقت. تسمع الأذان صلي، إذا راك في الدار، إذا راك في الجامع طبعا نصلي وراء الإمام، بعد مدة الانتظار 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا نصلي خلف الإمام. هذا هو الوقت أول الوقت، هو أفضل أوقات الصلاة. هكذا وسنشرح هذا في اللقاء القادم. الوقت كي قلنا هو وكاين بزاف ناس الله يبارك يسمع الأذان راه جاهز الله أكبر يصلي بعد تمام الأذان، طبعا لأنه من السنة باش نتبعوا المؤذن فيما يقول من مفردات وكلمات الأذان باش ياخذ الأجر. وتعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. يكفى كبر، أبدأ بالإقامة، الله أكبر الله أكبر، صلي الله يعينك. إذا كان في الجامع تصلي طبعا وراء الإمام. ولكن اللي صلى على الزوج الظهر عادي، اللي صلى على الزوج ونص عادي، اللي صلى على 3 عادي، اللي صلى على 3 وربع عادي. المدة هذه كامل اسمها الوقت الاختياري، يعني في أي جزء من أجزائها أوقعت صلاتك حظيت بأجر أداء الصلاة في وقتها، ثبض الأجر بين زولن ديال الوقت. ودي تسألوك هنا واكشيني راك تأخر صلاتك، يعني وكل بيرود كل مدة يسمى وقت اختياري. اختياري معنى